في الحلقات اللي فاتت من تريبل. وقت كوفيد كنت عايش في سياتل لوحدي وكنت حاسس بكمية كبيرة جدا من الوحدة. لقيت ان السوشيال ميديا بتضيع وقتنا ومش بتحسسنا بالتواصل بحقه حقيقي، فقررت ان انا ابني ابليكيشن يساعد الناس انها تقابل بعضيها. فاستقلت من شغلي في مايكروسوفت وبدأت اشتغل على تريبل. في خلال شهر قابلت اول مستخدم محتمل وقابلت مستثمر. طلع ان المستثمر ده كان نصاب وخسرت كل الفلوس بتاعتي. وهنا أنا سبتكم في الحلقة اللي فاتت. يونيو 2023 اكتشفت إن ماريو كان نصاب وأنا لوحدي في مكان اسمه جوشوا تري. كنت حاجز المكان ده من قبلها علشان كنت عايز إن أنا أقنع صحاب ليا إن هما ييجوا يقعدوا ونشتغل مع بعضينا في نفس المكان، بس محدش قبل العرض بتاعي ساعتها، فكنت لوحدي. ما كنتش لسه عارف إن ماريو سرق مني الفلوس، لأن هو كان لسه بيفضل يقول إن هو هيبعت لي الفلوس. فكانت حياتي بتتشقلب ما بين الأمل واليأس. كان بيبعت لي أوراق ومستندات بتقول إن الحكومة صدرت الممتلكات بتاعته علشان عليه ضرايب. كله كان كذب في كذب، ولكن الفريق بتاعه كان بيعرف فعلا إن هو يعمل مستندات بتبان إنها حقيقية. فأنا ما كنتش متأكد 100% إن هو نصب عليا ولا هو فعلا بيقول الحقيقة، لأن أنا كنت واثق فيه ساعتها وكنت فاكر إن إحنا أصحاب أو إخوات. كنت بحاول إن أنا ألتمس له الأعذار، ولكن أنا بدأت إن أنا أتأكد إن هو كذاب. وأنا اتخدعت من واحد كان بيقول لي أخويا لشهور. كنت بتعصب جدا، ذكريات كتير عمالة تطلع في دماغي طول الوقت، أخطاء عملتها، ريد فلاجز، والموضوع كان مشتتني. كان لسه عندي فريق وما كنتش قلت لهم إيه اللي حصل، لأني كنت عايز أتأكد. ما كنتش عايز إن أنا أمشيهم وإن أنا أخسر الفريق بتاعي قبل ما أتأكد 100% إن أنا مش هقدر إن إحنا نكمل عشان مش معايا فلوس. بس كان لازم ان انا اتخطى الموضوع ده واركز في تريبل. كنت لوحدي معظم الوقت ما عدا الراجل اللي كان صاحب الاير بي ان بي اللي انا كنت عايش فيه، كان اسمه دانيال. حكيت له اللي حصل لي وان خسرت الفلوس بتاعتي، وكان بيحاول ان هو يساعدني كتير، واقترح ان انا اشتغل معاه في مقابل ان هو يسيبني اقعد ببلاش. ولكن مراته ما كانتش شايفه انها فكره حلوه وما وافقتش، فاضطريت ان انا اجهز ان انا امشي. بس اروح فين؟ ما كنتش عارف. الحاجه الوحيده اللي كانت معايا هي الفان بتاعتي، وساعتها انا كنت بستخدمها كستورج يونت. كانت محتاجه انها تتنظف وتتجهز علشان اعرف ان انا اعيش فيها تاني. بدات انظف الفان بتاعتي، وكان معايا emergency fund، مبلغ كنت محتفظ بيه للطوارئ، يقدر ان هو يعيشني من 4 ل6 شهور على حسب انا هستهلك منه قد ايه. وكنت بشتغل على تريبل على قد ما اقدر، ولكن نوع من الاكتئاب على الوحدة بدأ ان هو يخليني مش عارف انام، ولقيت نفسي بقعد على التليفون لفترة طويلة. وده اللي فكرني ليه انا عايز ابني تريبل. طيب دلوقتي انا كنت قاعد عمال بضيع وقت على التليفون ومخنوق قوي الايام دي. بقالي 16 يوم تقريبا 16 يوم لوحدي. احنا كنا بنضيع عمرنا على السوشيال ميديا، هما بيعملوا فلوس اكتر. محدش فاهم ان التفاهة دي بتدمر امخاخنا. انا اول ما بدأت القناة بتاعتي على اليوتيوب كنت بحب اليوتيوب وكنت شايف ان في فايدة ممكن ان انا اقدمها للبشر. دلوقتي انا مش عارف، البلاتفورم نفسه مدمر وبيدمرني انا شخصيا احيانا كمستخدم وكمبدع او صانع محتوى. كنت محتاج ان انا افكر نفسي انا ليه بدأت المشوار ده وازاي هكمل. الصورة دي اتاخدت مع مات من قناة ياس تيري. ساعتها انا كنت بحكي له على الابليكيشن بتاع تريبل وبوريهوله. نوعا ما دي كانت بداية المشوار. ما كانش اسمه تريبل ساعتها، ولكن الفكرة بتاعته كانت نوعا ما مشابهة. Here we go.
I know that it's gonna work one day or another, but I'm just hoping today is the day. ان انا عايز اوصل الناس اللي كانت بتتابع ياس ثيوري اليوتيوب شانل بتاعتهم ان هم يقابلوا بعضيهم ويلاقوا بعض بشكل احسن. قال لي لو نجحت ان انا اجيب 10,000 مستخدم شهري ممكن ساعتها ياس ثيوري تجرب انها تستخدم الابليكيشن بتاعي، وده كل الحافز اللي انا كنت محتاجه. ما كنتش اقدر اسيب مايكروسوفت ساعتها، ولكن بدأت ان انا اكون فريق. Who is like John Travolta's face? Young John Travolta. مش هقدر احكي لكم عن كل الشخصيات، ولكن في شخصية انا عايزكم انتوا تفتكروها اسمه سيد. خلوني اوريكم مقلب احنا عملناه فيه وبعدين هتعرفوا ليه انا عايزكم تفتكروه في اخر الفيديو. You dropped the plate on it? No, bro. I was trying to get the plates, and I fucking dropped it on the screen. Bro, Sid, how much does this cost, man? Yo, Sid. What? I maxed out. Bro, even the plate broke. Watch out! Don't step on it. Bro, I'm so sorry. It's okay. I gotta figure it out. Bro, Yeah, come here. No, come here, hold on. come I'll Venmo you right now. Come here. Wait. Give me your Venmo. Come here. Sid. It's not gonna cost that much though. It's replace only the screen. No, The no, screen hold on. is literally the laptop. You have to. وبعدين send the هتعرفوا laptop ليه out. انا Maybe you عايزكم just have to go تفتكروه like this. في اخر الفيديو. Oh yeah, see. No, no, no. I was like, fuck. Great acting. Top notch acting. I just want to shake your hand. Bro, great acting. Who's that? Bro, not gonna lie, you reacted so well, bro. I was like, oh, I feel bad. you reacted so well, man. That was great. I would have man. freaked How out. did that feel? You know. I was like, fuck. I was not worried about you or anything. I was just like, I need to like, how am I gonna get work done? That's how you know he's committed, man. That's not Sigma prices, bro. Yeah. From here because we are saying we want to only be able to interact. اوكي خلونا نرجع تاني من رحلة الماضي لجوشوا تري. طيب احنا عندنا مشكلة صغيرة او كبيرة. في صرصار جوه الحمام ومحتاج اقتله. واحد مننا لازم يموت، فانا هدخل بقى اقتله. يا ابن الكلب يا صرصار يا ابن الكلب، انت اللي اضطريتني اعمل كده. ليه دخلت عندي يا ابن الكلب؟ مان. يا الله. You ran away you little bitch. المهم بعد قرب حوالي شهر من قعدتي لوحدي في الشقة دي، واحد صاحبي اسمه آزي عنده قناة على اليوتيوب شانل جاب صحابه وبالفعل قعدوا معايا لمدة يومين. كانوا يومين حلوين جدا، قابلنا ناس جديدة، صورنا، اتكلمنا، وآزي كان مصدق جدا في الميشن بتاع تريبل. أنا قلت أخدكم معايا. احنا دلوقتي فوق الفان بتاعتي زي ما انتم شايفين، في سولار بانلز، ودي المروحة وبرضو الشفاط في نفس الوقت. معظم الناس بتتحرك كده وخلاص، مش عارفة هي رايحة فين. كلنا في الاخر خالص لينا وقت على الارض ده وهينتهي، وكلنا هنتحاسب على الوقت بتاعنا. يعني انا في مود كده ما بين مبسوط وما بين جد وما بين متحمس وما بين discouraged او اللي هو يعني محبط شوية. فزي ما تقول ممكس من كل حاجة. الناس اللي بتلهمني كتير منهم مش معروفين، انا معرفهمش. يعني ايه الكلام ده؟ يعني في منكم ناس بتلهمني انا معرفهمش ولا عمري قابلتهم. الناس اللي بتجتهد والدنيا صعبة، الناس اللي بتعمل أقصى ما عندها وزيادة رغم إن ما عندهمش resources، ما عندهمش الموارد الكافية، بس بيزقوا. الناس دي هي اللي بتلهمني، مش الناس يعني القصص بتاعت الناس اللي وصلت عظيم،
القصص اللي بتتبني دلوقتي، الناس اللي دلوقتي في الصعوبة، هي دي الناس اللي بتلهمني. محتاجين مفكرين عرب، محتاجين ناس مجتهدين عرب، محتاجين نصحى، محتاجين نفوق. النهاردة آخر يوم ليا في الشقة للأسف. من هنا ورايح هضطر ان انا اعيش في الفان علشان اوفر شوية فلوس. ممكن فعلا اكون تسرعت واخطأت وعملت غلطة، ودلوقتي بدفع تمن الغلطة دي. بس انا مش فارقة معايا حصل ايه، غير في اطار ان انا اتعلم منه الدرس، ومش هجلد نفسي، مش هستسلم، وهفضل ان انا اسعى لحد ما اوصل لمكان اعلى من اللي انا كنت فيه كمان. بس المهم، اخر ليله ليا في الاير بي ان بي افتكرت ان في واحد صديق ليا اسمه سيد كان بعت لي من حوالي شهرين كده لينك لمجتمع من الفان لايفرز، ناس بتعيش في الفان بتاعتهم وبيشاركوا بعض شبكة من البيوت في أمريكا. بعد ما تدفع فلوس الممبرشيب بتقدر ان انت تروح لأي بيت من البيوت دي وبتشارك الناس المطبخ ومكان ان انت تقدر تقعد تشتغل فيه، ولكن كل واحد بينام في الفان بتاعته. كانت فكرة هايلة بالنسبة لي، أرخص بكتير من أن أنا أجيب شقة لوحدي وهكون جزء من مجتمع. فبالتالي حسيت أن هو هتبقى أكتر حاجة عملية أن أنا أكون موجود في وسط الناس، وفي نفس الوقت عندي مكان أقدر أن أنا آكل وأشرب فيه، وأقدر أن أنا أنام في الفان بتاعتي. فبالفعل اشتركت في الممبرشيب بتاعتهم وبدأت أسوق ناحية أقرب بيت في الشبكة بتاعتهم ليا وقتها. كان في حتة اسمها يوكايا. Such a beautiful sunset. طيب أنا دلوقتي في منتصف الطريق، مش حرفيا يعني أنا في منتصف الطريق برضو، بس أنا قصدي في نص الطريق للمكان اللي أنا متجه إليه. يعني أنا سوقت 5 ساعات ولسه ناقص 5 ساعات كمان، فبفكر إن أنا أنام في حتة في وسط الطريق ولا أكمل لحد الآخر، عشان لو هكمل دلوقتي أنا هوصل على الساعة 2 بالليل كده، مش عارف المكان أصلا هيكون مفتوح ولا لأ. ظهري كمان بدأ إن هو يوجعني، محتاج إن أنا أعمل ستريتشات. لو أنا هكون صريح معاكم، أنا مش عارف إيه اللي بيحصل دلوقتي. أنا مش عارف أنا هعرف أوصل اللي أنا بحاول إن أنا أحققه ولا لأ. أنا مش عارف أنا ماشي في الاتجاه الصح ولا لأ. أنا مش عارف حاجات كتير، بس أنا بحاول إن أنا أمشي بالمعلومات اللي معايا. أقرأ كتب عن البيزنس، عمال أقرأ كتب عن الانتربرينورشيب، عمال إن أنا أحاول إن أنا أتأكد إن أنا هوصل. بس في الآخر خالص في ناس كتير قوي قرت ودرست ما وصلتش، يلا نجرب. وصلت متأخر جدا، ما قدرتش ان انا افتح البوابة، والساعة كانت 4 الفجر، فما قدرتش ان انا اوصل لأي حد. طيب انا وصلت دلوقتي، بس واضح ان في جيت وانا مش معايا الكود، وللأسف مفيش سيجنال هنا، فمش عارف ازاي ان انا اعرف الكود بتاع الجيت. فهحاول كده ان انا اتصرف، بس مش عارف هتصرف ازاي. اوكي انا سقت شوية لحد ما بقى عندي سيجنال على التليفون، واعتقد دلوقتي معايا الكود، فهرجع تاني واجرب. اتمنى ان الكود ده يشتغل. يلا توكل على الله. فاكر اقول افتح يا سمسم، بس واضح ان انا في المكان الغلط. فقررت ان انا انام في الفان بتاعتي النهارده، واول ما اصحى الصبح احاول ان انا الاقي حد يساعدني ان انا افتح البوابه. صحيت الصبح، حاولت ان انا افتح البوابه مره تانية، حاولت ان انا اتواصل مع حد، محدش رد عليا.
فقررت ان انا اعدي من فوق البوابة واتمشى لحد ما الاقي حد يساعدني اني افتحها. ما كنتش عارف ان حياتي كانت على وشك انها تتغير للأبد. اوكي دلوقتي انا بتمشى، مش عارف المكان بعده قد ايه، بس اتمنى ما يكونش بعيد قوي. صراحة انا مكنتش متوقع ان المكان يكون في وسط الغابة كده. هو طبيعة حلوة، طبيعة خلابة، بس مفيش صريخ ابن يومين زي ما بيقولوا. خطوتين وهوصل، بقالي 15 دقيقة ماشي. الدنيا ضباب جدا، انا عمال ماشي بقالي كتير، مش عارف انا حتى في المكان الصح ولا غلط. ضباب في كل حتة.